السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما وعدتكم الاخوان هو انه غادي ندير لكم فيديو خاص بالمشاكل اللي لقيتوها تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبه للناس اللي تسجلوا ومازال لحد الان وضعيه ديال الطلب ديالهم قيد المعالجه، وبالنسبه كذلك الناس اللي داروا التشطيب وباقي حتى هو في قيد المعالجه. وغادي نهضروا على التحديث اللي تم مؤخرا في الموقع ديال السجل الاجتماعي الموحد. فتبعوا معايا هذا الفيديو هذا من الاخر، من الاول حتى الاخر عفوا. هذا الفيديو غادي نطرقوا لهاد النقاط هادو بثلاثه، فحاولوا انك بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل هذا الفيديو هذا، حيت فيه اجابه على الاسئله، على بزاف ديال الاسئله اللي كيطرحوها الناس بهذا الخصوص، وكذلك الموجه اللي كتقول مؤخرا من الاشاعات اللي تيقولوا انه الدعم الاجتماعي غادي يحبس واخر شهر هو هذا ولا اخر شهر هو الشهر الجاي. شي كامل ما من والو الاخوان. فاللي عليكم هو انكم تتبعوا معايا الفيديو باش غادي نناقشوا كل نقطه بوحديتها ان شاء الله، وغادي نهضروا عليها بلي ديت. اول نقطه هي هذه بالنسبه للناس اللي تسجلوا في لو ديبيو ديال شهر جوج بحال هذا الشكل هذا، مثلا في 7 شهر جوج 2024 واليوم 24 شهر جوج ومازال الوضعيه ديال الطلب في طور المعالجه. فهذا السبب شنو السبب اللي خلى ان الوضعيه ديال الطلب تعطلات؟ فراه كاين بزاف ديال الاسباب الاخوان، منهم اللي غادي نذكر لكم دابا. السبب الاول هو انك انت فرد بوحديتك. السبب الثاني هو انك كنتي مع الاسره ديالك وشطبتي على راسك. السبب الثالث هو بحال قلنا انه السيستم وقع فيه واحد الميزاجور وداروا فيه واحد الميزاجور. علاش؟ حيت لقاو بزاف ديال الناس كانوا مسجلين مع اسر ديالهم وكانوا مسجلين مثلا جيره مع بعضياتهم، وبداو كيديروا التشطيب ملي سمعوا انه كل واحد بوحديته راه غادي يستافد من الدعم الاجتماعي المباشر. بالنسبه للناس اللي متبعين هاد لاشين هادي، راه كنا في الاول كنوضحوا هاد الامور هاد، كنا كنقولوا انه الا دخلتي بوحديتك وكذا وقديتي المؤشر وهذا راك غادي تستافد من الدعم بوحديتك، وغادي تستافد من اهمو الشامل اللي غتخلص عليه واحد القدر واللي غادي تقطع لك من الكونت بونكير ديالك. وكاين واحد الناس اخرين اللي غادي يستافدوا بوحديتهم، يقدروا انهم يستافدوا من الدعم الاجتماعي ويستافدوا من اهمو التضامن سيرتو بالنسبه للناس اللي في القرى. فالقضيه هذه ما بقاتش الاخوان بسبب هذا التحديث اللي ولا مؤخرا. فبالنسبه للناس اللي تسجلوا يعني في شهر 12 شهر 11 بوحديتهم، ولا مثلا تسجلت الاسره وكانت الامور عندها اون غير بخير، الامور دازت مزيان. حتى بالنسبه للناس اللي غادي تسجلوا دابا اسره، يعني مثلا زوج وزوجه وليدات ديالهم، راه ما غاديش يلقاو مشكل. باش تعرفوا واحد القضيه، راه غادي تعالج لهم الطلب وفي واحد الاجل اللي هو صغير، يعني حتى 4 ايام كاع لو ماكسيموم. اما بالنسبه للافراد الاسره يعني فرد واحد، فراه غادي يلقى صعوبه في انه يتسجل. بالنسبه للناس اللي يلاه بغات تسجل، اولا بالنسبه للناس اللي سمعت انه صحابها بقات تقول لها راه كل واحد كيستافد بوحديته وراه صاحبي يستافد بوحده، هو مازال مع الاسره ديالو. انت مازال مع الاسره ديالك، فبقى مع الاسره واستافد من امو التضامن، وما تادي راسك لا نتايا لا الاسره ديالك، حتى ربما ملي تطبع على راسك يطلع عليها المؤشر وتولي حتى هي غتخلص على امو الشامل في عوض انك انت كتستافد من امو التضامن. هاد الامور كامله خصنا ناخذوها بعين الاعتبار وخصنا نردوا لها البال الاخوه. راه الا انت كنتي كتستافد من امو التضامن ووالديك كيستافدوا من الدعم وامو التضامن والامور بخير، فاحمد الله وشكره وصافي قضي بهذيك البركه. علاش؟ حيت نهضروا لوجيكم الاخوان، هو انه راه الميزانيه ديال الدعم الاجتماعي المباشر راها يعني محدده في واحد القدر اللي هو اكس. هذاك القدر اللي دايرين هما ديال اللي مخصصين في الميزانيه راه غادي يستافدوا منه واحد العدد ديال الاسر. هما شنو وقع لهم؟ هو انه بداو تيشوفوا انه واحد العدد ديال الاسر اكس الا بقات لهذا الامور بهذه الوتيره بحال هكا، وانه كل فرد كيتعتبر اسره، غادي يلقاو مشاكل. علاش؟ انا نهضروش على حنا الناس اللي ارمله، مثلا السيده اللي ارمله او السيده اللي مطلقه، او مثلا رجل كبير، او مثلا شي حد اللي بوحدو فريمون ساكن بوحديته. لا، حنا كنهضروا على الناس اللي ساكنين مع والديهم، اللي ساكنين مع الاسر ديالهم وتيشطبوا على راسهم وتيدخلوا بوحديتهم، فراه كديروا مشاكل. هادشي اللي كاين الاخوان، وهما بهذا السبب هذا علاش داروا التحديث لهذا الموقع، وبهذا السبب هذا باش هما بداو تيديروا تاخير في المعالجه ديال الطلب. هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للتسجيل ولا بالنسبه للتشطيب. الناس اللي داروا مؤخرا مازال ما تقبلش ليها. هاد الامور بالنسبه لكم راه واضحه. نهضروا دابا الاخوان ونشوفوا شنو هما التغييرات اللي كاينين في الموقع وشنو هو التحديث اللي كاين في الموقع ديال السجل الاجتماعي الموحد. بالنسبه للتغيير اللي هضرنا ولا التحديث اللي كاين في السجل الاجتماعي الموحد هو هذا الاخوان. بالنسبه للنفقات ديال الكهرباء فراهم الحد الادنى للاستهلاك هو 20 درهم. يعني ما يمكنش انك دير مثلا بدون اعداد ودير 0 هنا كيف ما كنا كنديروا قبل، ولا كدير مثلا بحال هكا اللي كنا دايرين 11 ولا مثلا شي حاجه. بالنسبه كذلك العداد ديال الماء كذلك حدو اقل نسبه هي 12 كيف ما كتشوفوا معايا، هي 12 درهم. كذلك بالنسبه للنفقات ديال الغاز، يعني البوطه الصغيره ولا الكبيره، فراهم داروا الحد الادنى هو 20 درهم. فراه ما يمكنش دير 10 درهم كيف ما كان قبل. الحد الادنى هو 20 درهم. اش تنقول لكم بالنسبه للناس اللي سجلوا قبل، فراه مزيان ويحاولوا ما امكن هو انهم ما يديروا حتى شي حاجه، ما يبقاوش يخربقوا ولا مثلا يمشيو يديروا شي تحيين يخرجوا على راسهم. هادشي اللي كاين الاخوان. حاجه اخرى هو انه بالنسبه للتسجيل
الفرد واحد راه ما بقاش كيدوز عبر الانترنت. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا يعني التسجيل عبر الانترنت هنايا بلا ما يمشيو للمقاطعات ولكن هو بوحديته، فراه ما بقاتش هاد القضيه. الا بغيتي تسجل بوحدك خصك دير ايداع طلب بمركز خدمات المواطنين. هادشي اللي كاين الاخوان. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يخليه لي في كومونتير، غادي نحاول ما امكن هو انه نجاوب على الاسئله اللي كاينه. الا مثلا ما جاوبش على شي سؤال في لي كومونتير فما فيها باس تدخلوا عندي يعني الفيسبوك ديالي وتهضروا معايا في الخاص، فراه ما كاينش الاشكال. ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.